فطار أول يوم رمضان، الفطار اللي بنستناه من السنة للسنة، الفطار اللي دايما مميز ودايما في حاجات بتميزه، في ريحة كده بتميزه، في طابع كده خاص لأول يوم رمضان. مهما كنا في دراسة مثلا واحنا عيال صغيرة، برضو أول يوم رمضان ليه طابع خاص، ليه فرحة خاصة. فطار أول يوم رمضان مختلف تماما، في احتفال في كل البيوت بأول يوم رمضان. المحشي طبعا اساسي عند المصريين في اول يوم رمضان، بتلاقي كل البيوت ريحتها محشي، كل الناس عاملين محشي، محشي وبط، محشي وفراخ، محشي ولحمه. المهم المحشي ده اساسي في اول يوم رمضان. بيقولوا بقى ايه، اول يوم ونتعب شويه في اول يوم مش مشكله، ونعمل محشي عشان دي طقوسنا وعاداتنا كمصريين في اول يوم رمضان. فعشان كده احنا فاكرين ان اول يوم رمضان كان يوم مميز جدا باكله وريحته وطابعه كده الخاص واحتفالنا بيه كده. كنا عيال صغيره نيجي من المدرسه، كنا واحنا صغيرين كرمضان بيجي واحنا في الدراسه واحنا في البرد، كنا نيجي من المدرسه طايرين من الفرحه، طايرين من الفرحه ان احنا هنروح نلاقي المطابخ شغاله والريحه طالعه وكل البيت بيجهز لرمضان. بتلاقي اللي بيعمل الحلو واللي بيعمل العصير واللي بيعمل فطار رمضان. كان فعلا اول يوم رمضان مختلف تماما، كان ليه فرحة وليه حاجة كده مش عارفة اقول هي ايه. كنا بنحبه فعلا وبنحب اول يوم رمضان كأطفال وككبار كمان. لحد دلوقتي اول يوم رمضان عندي مختلف. الناس اللي بيتعبوا في الصيام اول يوم رمضان ما بيتعبوش خالص، بيبقى بالنسبة لهم لسه فيه طاقة ولسه فيه عندهم شوية طاقة كده يقضوا بيها اول يوم رمضان. اللي بيتعب من الصيام بيبدأ تعب من تاني يوم، انما اول يوم فعلا بيبقى يوم مميز ان احنا منتعبش فيه وبنحبه وبنهيص فيه وبنحتفل بجد فيه برمضان. الناس اللي معلقوش الزينة قبل رمضان، اول يوم رمضان ده بيلحقوا يخلصوا ويعلقوا الزينة. الناس اللي مثلا مكسرين في الطبيخ وعمايل الحاجات الحلوة، اول يوم رمضان ما يعديش. كنافة بقى، قطايف، عصاير، محشي، اي حاجة مميزة لازم تتعمل في اول يوم رمضان عشان تميز اليوم ده، عشان يفضل اليوم ده فعلا يوم مميز عندنا وفي ذكرياتنا كده وفي قلوبنا وفي عقولنا كمان.